طيب تذكرة لنفسي وليكم، ازاي تغض بصر بشكل عملي عشان نشيل من السكه موضوع البنات الاول ولبسهم وان انا نحجج بيهم. بص، ربنا قال لك تغض بصرك انت، وقال لها هي تلبس عدل. هي مش عايز تلبس عدل ومش فارق معاها ربنا، انت مالك؟ ربنا قال لك انت لوحدك غض بصرك، ما قالكش غض بصرك لو البنت لبست كويس. ما فين؟ طيب هتغض بصرك عن ايه؟ فعشان تبص يعني خليك راجل، خليك راجل. الراجل من ضمن مميزات ان انت تبقى راجل ان انت يبقى عندك تحكم في نفسك، ان انت تعرف تقول لنفسك لا. لا وشكرا وخلصت. والله لو بنت قلعه قدامك لا وخلصت. تمام. فدي حاجه. يعني ازاي بقى تغض بصرك بشكل عملي؟ اول ما تشوف ست في اتجاه، يعني اول ما عقلك يحدد ان دي في ست في الاتجاه انت بتبص فيه، بص الناحيه التانيه. ما تديش لنفسك فرصه حتى تعرف هي لابسه ايه، سواء بقى لابسه ضيق او واسع، ده مش قصتك. اول ما تلمح ست بص الناحيه التانيه. دي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تغض بصرك فعلا بشكل فعال.